السلام عليكم. ريال مدريد يتعثر أمام فيا ريال بنتيجة 2-1. حقيقة الغواصات الصفراء استحقت الفوز. قبل ما أحكي عن أسباب الخسارة من جهة ريال مدريد، راح أحكي عن واحد من أهم أسباب الفوز من جهة فيا ريال. لعب جماعي مؤثر، استحواذ على الكرة. خلاص بعد ما يفقد ريال مدريد الكرة بالثلث الأخير ويتقدم فيا ريال لبناء المرتدة بشكل سريع دون مداخلات مؤثرة. هون عندك مشكلة يا أنشيلوتي. مباراة سيئة للريال وخسارة 3 نقاط جدا مهمة. فرصة كبيرة لأبناء تشافي هرنانديز لاستعادة الصدارة. أسباب الخسارة من جهة ريال مدريد: رودريجو، إضاعة الفرص. رودريجو ضيع فرصة مهمة. فينيسيوس حدث ولا حرج، تفنن اللاعب بإضاعة الفرص وكأنه يلعب ضد فريقه. هناك أيضا الأظهرة في ريال مدريد. ما لاحظت ميندي ولوكاس فاسكيز عم يلعبوا بطريقة مكروية. كرة القدم تحتاج إلى مكر. أنت كلاعب عم تعطي عرضيات والخصم كشف وسيطر على طريقة اللعب. نوع باللعب، اصحاب لاعبين، عطي بينية، لمسة طويلة على الأرض. اكتبولي بالتعليقات، هل سيعود ريال مدريد لصدارة الدوري أم أن برشلونة سيتصدر المشهد ولا يهدر ويفرط بنقاط الدوري، أم أنه ما زال الحكم على الليغا مبكر؟